الجيش الأسترالي في مواجهة الإيمو. في سنة 1932 قامت الحكومة الأسترالية بتوزيع أراضي على الجنود القدامى علشان يزرعوها ويستفادوا من محصولها، وكان عندهم آمل كبير جدا في الحصول على مال كتير جدا بعد حصاد المحصول. لكن الأمور ما جاتش زي ما كانوا متوقعينها وكانوا بيتمنوها، لأن المحصول في السنة دي جه ضعيف جدا جدا، واللي زود الطينة بلة هجم عليهم آلاف من طيور الإيمو. طائر الإيمو ده طائر عامل شبه النعامة كده شوية. آلاف من الطيور دي هجمت على الأراضي الزراعية وقضت على ما تبقى من المحاصيل. الناس اتفزعت جدا وطلبت العون والمساعدة من الحكومة. الحكومة بدورها قالت دي حاجة ما تتسكتش عليها، احنا هنبعت لهم الجيش للقضاء على الطيور دي. بس يظهر كده ان ده كان قرار متسرع حبتين من الحكومة. ليه؟ لأن كانت طيور الإيمو طيور في منتهى الذكاء، اعتمدت خطة ذكية جدا واستراتيجية لمواجهة الخطر المحتمل. أول ما الجنود جم وجدوا إن طائر الإيمو بيتبع استراتيجية تحفة جدا، اللي هي إن هم كانوا بيقسموا نفسهم لمجموعات صغيرة، ولكل مجموعة منهم قائد. القائد ده كان بيبقى لونه غامق شوية عنهم، وكان بيقف على منطقة عالية يسيب أفراد مجموعته ياكلوا ويتدلعوا، وهو كان بيراقب الجو. أول ما بيحس بخطر كان بيدي إشارة للمجموعة تجري بسرعة في اتجاهات مختلفة وتتفرق. فكانت أي طلقة بيطلقها الجيش الأسترالي تجاه الطيور دي كانت بتضيع في الهواء، وكانت النتيجة إيه؟ 2500 طلقة موتوا 100 طائر فقط. بعدها حس الجيش الأسترالي إن هو بيحارب طواحين الهواء، مجهوده رايح على الأرض، فأعلن الانسحاب قدام جيش الإيمو وترك لهم الساحة مفتوحة، وأعلن هزيمته وقال أنا مش قادر عليهم. من هنا المزارعين قالوا لا، احنا بقى اللي لازم هنشوف الأمر بنفسنا، واحنا نتكيف مع الوضع ده. احنا هنعمل سياج حوالين أرضنا علشان نحميها من هجمات الجيش المنتصر، اللي هو جيش مين؟ جيش الإيمو. دي كانت من أغرب الحروب اللي واجهها البشر، واللي انتصرت فيها مين؟ طيور، وخاصة طائر الإيمو. ويا ريت تقولوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في الاستراتيجية اللي اتبعتها طيور الإيمو لحماية نفسها من هجوم البشر عليها. هل ممكن تبقى ملهمة للقادة البشريين في حروبهم؟ يا ريت تعرفونا، واستنونا في حلقات تانية جديدة كلها غرائب ولكنها حدثت بالفعل. مع السلامة.